رمضان مبارك سعيد. اليوم غنوجد معكم واحد الشهيوه تليق للسحور وعشاء. انا بالنسبه لي درناها للسحور وعشاء في نفس الوقت. اول حاجه غنبداو بها هي اللحم. عندنا هنايا كيلو لاروب ديال اللحم، وبطبيعه الحال غتختاروا طريفات اللي يكونوا كيطيبوا دغيا. هنايا غنقطعوهم بهذا الشكل هذا باش ملي كيكشوا كيبقى كومين فيهم ما يبان. صافي غنوجدوا الربيع وغناخذ واحد نص لتر ديال الماء، وغادي ناخذ اللحم غنزيد فيه مباشره الملحه البزار لا غير. غادي نخلط المسائل كامله وعلى عافيه مجهده. غادي نحط داكشي يتسلق ونسد الكوكوط عليه. علاش؟ باش كنضمن ان هذاك اللحم غيجي فتي في الطياب واخا يكون هو ما كيطيبش دغيا. مباشره غناخذوا تقريبا حساب واحد جوج بصلات متوسطين. انا كانت عندي البصله كبيره هنايا، غتشلضهم بالشكل اللي كيبان لكم هنايا. وبالنسبه لهاد الوجبه هادي ما غنكثرش كثره البطاطا. انا درت جوج حبات متوسطين ديال البطاطا كنقطعوهم بهذا الشكل هذا، فايته ديال الشيبس تقريبا 5 المرات. انا وريتكم هنا في التقطاع كيفاش غادي ديروا ليها. صافي كنخليها في الماء باش ما كتخسرش ليا، كنحطها على جنب. وهكا كنكون تقريبا وجدت المسائل ديالي كامله، بقات ليا غير الشريميله. بالنسبه للوجبات اللي كيكون فيها هكايا اللحم ما خصهاش بزاف الخدمه من ناحيه العطور، وما غاديش نكثر عليه التفاصيل. بديت باول حاجه هي معلقه ديال الربيع عامره، نزيد عليها مليحه. غادي نزيد التحميره هنايا فقط باش ما نزيدش الملون الاصطناعي، وكتعطي واحد المذاق زوين مع البطاطا. نزيد هنايا 4 معلقه ديال الكمون وربع معلقه ديال الخرقوم كيتواتى بزاف مع البطاطا. هنايا درت ضرس واحد ديال الثومه باش ما تجيش بحال العطريه ديال الحوت. درت هذاك الضريس ديال الثومه ضروري تطحن على ود البطاطا. الا كنتو خارج رمضان غديروا جوج دروس ديال الثومه. كنزيد هنايا تقريبا معلقه كبيره عامره ديال الزيت باش كنخلط هذيك الشريميله، كنحطها على جنب. ولا لاحظتوا راه بالنسبه للكميه ديال الخضره الشرموله راه ما كثرتش العطريه. هنا من بعد نص ساعه كنقلب اللحم. الغرض عندي انه يكون باقي ليه تكه ويطيب. علاش؟ باش غادي نكملوا في الطياب ديال الكميله ونكون متاكده بانه غادي يجي فتي ماشي غيخسر ليا المنظر. صافي كناخذ هنا الزيت كديروا على حساب الشحمه. انا بالنسبه قلبت داك البلول ديالو اللي فيه تسلق، كيطلق كاع ديك الشحمه اللي فيه كيبان لينا العربون. درت شويه ديال الزيت حساب ربع حيت اللحم عندي كمان فيه شحمه. كنزيد ديك البصله على عافيه مجهده ونزيد عليها الملحه فقط. وهذا هو الشكل اللي بغيت نوصل ليه. بالنسبه للبصله ردوا معها البال، ما تاخذش اللون بالمره. في هذه الطريقه وهذا الشكل ديال الطياب لا داعي ان تاخذ اللون، لاني محتاجه لذاك الماء ديالها يزيد يبنن ليا الطياب باش البطاطا تاخذ راحتها في الطياب وما نكثرش الماء بزاف. كنزيد داك الماء اللي تسلق فيه اللحم اللي كله بنه، وكناخذ ديك الشريميله كنزيد النص ديالها. وبالنسبه لهذه المرحله هذه راه باقا ما زدتش البلول، يعني باقا ما زدتش داك الماء اللي تسلق فيه اللحم. علاش؟ لاني باغا نشحر في ديك العطريه باش تدخل في المسائل في البصله في اللحم وتبنن كل شيء. عاد من بعد يعني خصها تاخذ حقها في التشحار واحد 3 دقائق. عاد هنا كنزيد داك البلول وكناخذ شويه منه على جنب. كنصف البطاطا وكنحاول نطلع دوك الطريفات ديال اللحم باش حتى الا تحرقات ولا تعسلات ولا يجرى اللي جرى ما كيلقاش الطروفه ديال اللحم. وكنزيدو داك شويه ديال الشرموله اللي بقى على بطاطا باش حتى هي كتاخذ الحق ديالها لا في اللون لا في كل شيء. صافي كنزيد المسائل كامله. وهنايا بحكم التجربه بما اني غنطيبو بحال غنكمل ليه طياب الكاميله، غندير ليه هاد البروتيكسيون هكايا من التحت باش هكا كيطيب على خاطرو. صافي كنسد كنخليه تقريبا 20 دقيقه بحساب بطاطا. قلبت بان لي انا يخص شويه ديال الماء، وكناخذ شويه ديال داك البلول اللي فيه بحال تقولوا خاتر وزوين. كنزيد منه على البطاطا وعلى اللحم باش كيجي حتى المنيضر زوين. شوفوا كيفاش كيبان مديمع. يعني خديت هذاك الزيت عاد زدت الماء. صافي زدته هنا تقريبا واحد 10 دقائق، يعني بقيت عاسه عليه. في الاخر كنزيد شويه الكمون شويه ديال السودانيه كتجي اللون ديالها احمر زوين مع بطاطا. لبالي خص شويه الملحه كنزيد كيجي بحال مبخر بحال طيب كاميله، واحد المذاق زوين بزاف. وفتي اللحم ما كاينش كثره العطريه، ما كاين حتى شي حاجه. يعني وجبه فعلا زوينه في رمضان.